الحمد لله. اللي شعرنا بقى كان حلم كل واحد فينا السنه دي والسنه اللي فاتت، والحمد لله. قول له حسام كنت الماتش النهارده كان عامل ازاي؟ ما انت السعد عارف ان الماتش النهارده كنا رايحين محتاجين بونت واحد، بس احنا رايحين حضرتك شفت اللي احنا الطريقه اللي احنا بنلعب فيها، كنا بنهاجم ممكن بثلاثه اربعه ولا خمس بتاعهم كمان، يعني لو كنا بنلعب ماتش ودي ما كناش هاجمنا بالطريقه دي، بس الحمد لله احنا رايحين على المكسب، واحنا طول الدوري من اول ماتش لاخر ماتش بنلعب على المكسب بس، مش فاهمنا تعادل، اهم حاجه كنا نضرب بونت. حسام انت فريق اول دلوقتي في النادي وانت فريق اول، قول لي السنه الجايه تبقى عامله ازاي وانت في دوري الجمهوريه؟ يعني معلش في لعيبه حسام اول ما بيطلعوا فوق يلعبوا الجمهوريه اليوم رخوا، هترخي ولا هتسترجل؟ لا ان شاء الله والله ده تبقى حاجه كويسه ان شاء الله، منتخب الفريق الاول ومنتخب مصر ان شاء الله، واهم حاجه طبعا فريقنا اللي طبعا هي الاساس في كل حاجه. كابتن ممدوح طبعا هو اللي معانا، هو اللي كويس جدا معانا الفريق الاول، والسنه اللي فاتت برضك الحمد لله كان معانا كابتن عصام بنى فرقه، والحمد لله كابتن ممدوح السنه دي كملها وهو اللي حل الدنيا، والحمد لله الصعود، والحمد لله الكابتن ممدوح طبعا اب لنا كلنا، وكابتن عصام اب لنا كلنا، وكابتن ممدوح اخ كابتن عصام، كنا صرنا على طول كان بيبارك لنا وعلى طول مع كابتن ممدوح، الحمد لله يعني ده موجود اصحاب زمايلنا كلنا في الملعب وكابتن ممدوح. مبروك يا حسام، كل الناس بتشكر فيك، كل الناس بتشكر فيك، وخلي بالك انت يعني الناس اللي لازم يعني تهتم بنفسك شويه عشان خاطر يعني كمان الفريق ولا حسام. ان شاء الله ان شاء الله. هو ده بقى هدف الفوز مش قصده يعني. محمد مرعي حارس مرمى طنطا 17. مبروك يا محمد الصوت النهارده. الله يبارك فيك يا سعد. النهارده الحقيقه كان ماتش صعب جدا، بس الحمد لله بنفضل تعادل ولدين، ثم بعد تدريب طبعا توفيق ربنا في الماتش. احب اشكر الكابتن ممدوح اولا على المجهود اللي عمله معانا طول السنه، والكابتن سيد الاسراوي عملها من ساعه طبعا يعني ربنا يرجعه بالسلامه يا استاذ سعد. واحب اشكر طبعا كل الفضل للكابتن محمد سليمان بعد اللي عمله معانا ان شاء الله الفتره اللي جايه دي، وفي السنه الجايه ان شاء الله. انت كنت مع فايد طبعا السنه دي، وقول لي وضعكم ازاي كان عامل مع بعض؟ هو الحقيقه احمد فايد السنه دي شادد حلو، يعني شادد حلو جامد قوي النهارده، وبتوفيق ربنا برضه طلعه فريق اول عشان ربنا ان ده اجر من احسن عمله. احمد فايد السنه دي الحقيقه كان ماشي حلو قوي السنه دي، بس الحقيقه جه كده في ماتشات ربنا ما فوقش فيه، مع ذلك الكابتن برضه ممدوح اداله في الصوت. فانا في اي وقت الكابتن ممدوح وقفني انا هسد، ما وقفنيش انا بحب اشكر ربنا، وبس احب اوصل الرساله دي قبل ما انا بس الوقايه الساعه ده بس الشهر بشكر ربنا. الحمد لله الفريق 13. مبروك يا سعود يا عماد النهارده. الحمد لله النهارده لعبنا جيم كبير قوي، الحمد لله نشكر ربنا، والكابتن عصام ونشكر الكابتن ممدوح كمان. الكابتن ممدوح عامل السنه دي جيم كويس قوي الصراحه معانا، بادئين الموسم يعني بظل الامكانيات المحدوده اللي في النادي، بادئين موسم كبير قوي. الكابتن ممدوح علينا بتتمرن على ملعب ترابه مش زي اي فرقه في النادي، مثلا في فرق كبير بتتمرن على ملاعب كبيره، عكس الفرقه في الامكانيات محدوده. صعدنا الحمد لله زدنا هذه الامكانيات، الحمد نشكر ربنا على هذا اللي حصل، يعني نشكر كابتن ممدوح كمان مره على اللي حصل. والنهارده صعدنا مع كذا فرقه بتنافسنا، كان عندنا مثلا حرس الحدود وعندنا بني عبيد، ويعني لما نكسب نتعادل مع بني عبيد في بني عبيد هناك يعني بعد نتاخر يعني بالاهداف هم تقدموا علينا احنا نتعادل. في مجهود من اللعيبه غير عادي النهارده، لعيبه وسط الملعب النهارده بخصوص حسام غالي ومحمد ناجي ومحمد شرقي النهارده ومحمد حسن. اللعيبه بصراحه ما حدش اثر في حاجه النهارده، ولولي فاهم مبروك مبروك. لا كنتوا كلكم واحد وتوفيق لاعب 16 سنه واللي بيلعب في 17. مبروك ابراهيم السعود. وظني بقى ابراهيم السنه دي بتلعب جمهوريه في 17 16، والسنه الجايه تلعب جمهوريه 17. قول لي بقى ابراهيم توفيق وطموحك ايه بالفتره اللي جايه؟ يلا يا عم ان شاء الله. اهم حاجه بس الفرقه الاول نبقى كويسين مع بعض يعني كده، ونروح في اهم حاجه في الملعب يعني نكون كلنا مع بعض. اهم حاجه الفرقه بتاعتنا تكسب، مش مهم مين يجي يجيب اجوان ولا مهم مين يلعب. يعني المهم كلها اي حد فينا يجيب جول، بس المهم الفرقه تكسب. انت شلكت النهارده على الحكم ولا حاجه؟ لا خدت الزار. مش شوقي مدافع طنطا 17. مبروك يا احمد السعود. الحمد لله بجد اللي احنا حسينا علي صوتك يا احمد، علي صوتك انت راجل. كمل. مبروك يعني احنا كسبنا السنه دي يعني، وقدرنا ان احنا نصعد ممتاز اللي احنا ما قدرناش نعمله السنه اللي فاتت، والحمد لله معانا كابتن زي العسل. مش حاجه عن الكابتن عصام باخلاقه ورجولته،
وهشام الشرقاوي ربنا يكرمه معانا السنه دي ان شاء الله. قول لي يا احمد، ما كنتوش خايفين انك تكرروا المشوار السنه اللي فاتت؟ لا بجد احنا كنا النهارده عاملين كل جهدنا ان احنا ما ننزلش زي السنه اللي فاتت، لان حسينا بجد بماتش الكروت. محمد سعد ماتش طنطا، مبروك يا محمد صعود الفرقه. الله يبارك فيك. الحمد لله. قول لي يا محمد، الموسم كان صعب عليكم النهارده السنه دي؟ كان موسم جامد بصراحه، بس بوجود الكابتن ممدوح الحمد لله كويسين. قول لي يا محمد، الماتش النهارده كان سهل ولا صعب؟ يعني طبعا لازم يكون صعب عشان احنا كنا عايزين نقطه، والكابتن كان بيحمسنا بالفوز مش بالتعادل. الحمد لله. ديفندر طنطا، مبروك يا شوقي الصعود. الحمد لله. شوقي، كنت شايف الماتش النهارده كان عامل ازاي؟ والله الحمد لله كل شيء، يعني بنلعب بنتعادل طول الموسم وربنا كفانا الحمد لله. اصعب ماتش السنه دي يا شوقي انت لعبته هو اللي انت لعبته. كل ماتشات كانت صعبه. الماتش الاول، مبروك يا اسامه صعود الفرقه السنه دي في دوري الجمهوريه. الله يبارك فيك. اول موسم بقى يا اسامه، ما حضرتش انت بقى الموسم اللي فات كده والمشاكل اللي تمت الحمد لله جينا وصعدنا الحمد لله. لعبت كام ماتش يا اسامه السنه دي؟ لعبت في الدور الاول. الدور الاول. قول لي الفرقه لما اندمجت مع الفرقه السنه دي بسرعه؟ الحمد لله كلنا رحنا. محمد ناجي، مبروك يا محمد صعود الفرقه. قول لي يا محمد، الموسم السنه دي كان انه اصعب، الموسم اللي فات ولا الموسم السنه دي؟ والله احنا ما نقدرش نحدد انه اصعب، بس اعتقد انه مش اصعب. السنه دي اصعب الموسم اللي فات. قول لي يا محمد، اصعب ماتش انت لعبته السنه دي ايه؟ والله كل الدور الاول والدور الثاني كان صعب على الفرقه كلها. انا كل ما اتكلم النهارده في التليفون يقول لك ناجي عامل ماتش جامد، ناجي عامل ماتش جامد. ده كله من كابتن ممدوح، يعني ربنا فضل ربنا على يلا عشان برضه السنه اللي فاتت. يلا ناجي، مبروك يا ناجي.